يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ طيب، خلصت الجوله الاولى مع انتهاء جميع العرب اللي لعبوا في الحمد لله، وانبسطنا جدا جدا معاه. وفي اللي للاسف اتكعبل شويتين 3 4 5 6 اتكعبل بس يعني لسه هنيجي لهذا الموضوع قدام. انا نسيت اشوف شعري متسرح ولا لا. فخلينا نراجع المنتخبات ايه واحده تلو الاخرى بترتيب طيب، اول ماتش لمنتخب عربي كان قطر قدام سويسرا. ده كان افتتاحيه العرب. قطر للاسف بعد التنظيم العالمي اللي هي عملته في المونديال قطر، ولكن للاسف انها طلعت من غير ولا نقطه. ده كان موضوع محرج قوي. ففكره ان هم يتعادلوا قدام سويسرا وجاب جون في اخر دقيقه والراس ومش عارف ايه وهي والدنيا، ده كان انجاز. يعني ده بحد ذاته، خلينا بس ما نقللش الانجاز ده في حد ذاته. والخوخي ابو علام اخذ مش عارف $500 ورولز رويس وشتي الواد ما شاء الله عليه، ولكن يعني ارزاق، ما حدش مش هنتدخل في ارزاق حد يعني. الله انا مش بحسدك، ما تفتكر ان انا بحسدك ولا حاجه. ولكن فكره اول نقطه البلد في كاس العالم ده حدث بحد ذاته، وقدام سويسرا. يعني قدام سويسرا خلينا برضه متفقين ان سويسرا لا تقيله، فيعني منتخب تقيل امبولو، يعني منتخب تقيل، فان انت تكسب اول نقطه ليك قدام سويسرا لا ده موضوع جامد قوي. فمن هنا تفائلنا وقلنا الحمد لله دي بدايه كويسه قوي للعنابي القطري. ايه بقى ايه السته دي؟ قطر خسرت من كندا 6-0. كندا اسوأ بكتير عن سويسرا بمراحل. ماشي، ممكن افهم عامل الارض والتشجيع، بس برضه كندا مش انت ما بتلعبش في البرازيل، ما بتلعبش ناس بتشم كوره وبتعيش كوره. لا، كندا بالنسبه لها الكوره مش من اولوياتها هي يعني. بس ماشي، عامل الارض 6-0 ده رقم محرج، رقم محرج. انا مش قادر اقول حاجه غير انه فعلا رقم محرج انك تخسر 6 في كاس عالم، بالذات ان انت لسه متعادل مع سويسرا. موضوع بجد وحش جدا. لسه قدامكم فرصه قدام البوسنه والهرسك، موضوع صعب. انا شايف ان البوسنه لا تقيله فكره سعيد كولاسيناكش يعني لسه فيها شويه رمق، مش هتبقى سهله. بس انا دايما احب اتفائل حتى بعد ال6-0. احب اتفائل، انت لسه قدامك فرصه قدامهم تكسب، تطلع احسن توالت، لان انت متعادل وهتكون كسبت ماتش، هتكون تطلع احسن توالت. والله اعلم، الله اعلم، ممكن يحصل فيها مفاجاه ما وتطلع انت اصلا التاني. لسه فيها يعني، هي لسه الموضوع مش انتهى وخلاص وخلصنا، لسه فيها امل. انا هتفائل، انا هفضل متفائل اهو، وهقول يا رب يا رب يا قطر، يا رب بعد ال6-0 والكارد الحمر يا رب اطلع ايه التالت. نيجي مع تاني منتخب وهو منتخب المغرب. قديمه موروكو، دي مغرب. انا اتكلمت في حلقه صادة قوي عن المغرب والبرازيل، هتلاقوه هنا يا هنا. انا مش عارف انا هكون وشي فين، بتلاقوه حتى في الاي اللي هنا. تقدروا ترجعوا تتفرجوا على اللي هذا الماتش ورائي في هذا الماتش العظيم. بس انا حابب ازود حاجه كمان بس عن المغرب، انه بعد ما الماتش خلص انا صورت على طول بعد الماتش. يعني الماتش خلص كان فاكر ساعتها 3:30 الفجر، انا صورت على طول بعديها. لما استنيت شويه واحده اولا لما بصيت على الاعلام البرازيلي لقيتهم بيقولوا انه المغرب ما عملتش خطوره علينا. يعني هم عاملين حساب للمغرب زي ما احنا عاملين حساب للبرازيل. انتوا فاهمين هم واصلين المغرب وصل لاني رحله. وبعدين كمان اللي عجبني قوي انا بعشق الموضوع ده. المدرب بتاعهم وهبي طلع بعد المؤتمر الصحفي، الناس قالوا له انت فاكر السيمي فاينلز وفاكر بقى قطر وفاكر اللي انت، قال لهم لا انا عايز اوصل لابعد من كده، ابعد من السيمي فاينل ابعد من السيمي فاينل. ماشي، انا عاشق الناس اللي بتحلم، لا اللي بتحلم وبتحلم وبتسعى في ده، عشان لما تلاقي انه سعي قدام البرازيل 1-1 فبيحلم وبيسعى. فانا اعشق هذا. فدي بالنسبه لي الصراحه جامده قوي. فده المغرب ان شاء الله هتلعب مع اسكتلندا. هتلعب مع اسكتلندا النهارده الساعه 1 بالليل باذن الله. المغرب هتعدي يا رب، تطلع اول مجموعه باذن. ثالث منتخب عربي لعب تونس قدام السويد 5-1. بصوا تاني، انا مع قطر متفهم انه خلاص ماشي عادي خسرت، بتحاول تتدارك الموقف. بس فكره جماعه انا اكتشفت ان في تنظيم اسوأ من تنظيم مصر يعني انا كنت فاكر ان الاتحاد المصري ده قاعه، يعني فاكر ان احنا كاتحاد احنا في القاعه. والله مش قصدي حاجه، بس بعد ما شفت الكره التونسيه لا ده في قاعه تحتينا. لو انا فاهم الاحداث صح، عشان والله العظيم فكره اصلا الاحداث بتاع المدربين دي فيها حاجه غريبه بتحصل. بس اللي انا فاهمه كان عندهم مدرب حلو مشي في كاس افريقيا، ماشي عشان ما اداش نتائج كويسه، مفهوم تمام عادي يعني ده القاع بتاعنا احنا بعد اي بطوله افريقيا بنخسرها بنمشي حتى ده تمام خلاص. فجابوا صبري الموشي عشان كاس العالم. مع اول ماتش كاس العالم صبري الموشي يمشي، فيقوموا جايبين نفس المدرب اللي مشوه في كاس الامم. فبعدين تقريبا بقى انا ما اعرفش اللي حصل، تقريبا الناس هاجت عليهم ومش عارف ايه، قاموا مشوا ده وجابوا هيرفي رينار اقنعني. لا يا جماعه والله العظيم والله بجد يعني، ده بجد والله. خلينا نحط الضحك على جنب. لا يا جماعه ده قاع، ده تحت القاع. انا اداريا انا ما اعرفش انتوا بتعملوا ايه. دي حاجه مش مفهومه بالنسبه لي. مش هتوقع حاجه من تونس يعني. انا مش هقدر اقول ان انا هتفائل بتونس، لانه مش منطقي انه يكونوا جايبين مدرب قبل الماتش ب3 ايام ولا يومين وحاول تعمل لنا حاجه ولسه خسرانين 5. ومش منطقي يعني، مش منطقي. تونس فيها لعيبه جامده، حنبعل وسخيري. المنتخب فيه ناس
كويسه. الله يكون في عون، والله العظيم الله يكون في عون. طيب المنتخب العربي اللي لعب بعد تونس كان ام الدنيا. ربنا البتاع ام الدنيا مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. ام الدنيا قدام بلجيكا تعادل. خزع بالي انا ما عرفتش والله العظيم، كنت عايز اقوم هموت واتكلم بعد الماتش بس كنتش قادر، صوتي كان رايح وكنتش قادر فعلا. بس فعلا والله العظيم انا مبسوط. لما ارجع تاني بشوف المنسق الاعلامي اللي هو اللي مع المنتخب اللي على الانستجرام وبينزلوا بوستات، سامع حسام حسن حاطط يا حبيبتي يا مصر في السبيكرز وهم بيتدربوا. ده شغل ارتيتا. ده شغل ارتيتا. وده والله العظيم يا جماعه انا بعشق تاني، هقولها تاني، بعشق الشخص اللي يكون بيلعب عشان ده بكل الحركه ده. في حسام حسن دي اللي هو يقعد يعمل لك دي ويقعد يعمل لك دي، انا بعشق الحوار ده، بعشق حسام حسن في اللقطه دي. لو هنتكلم بس شويه، انا كتاريخ مع مصر، احنا لما بنيجي الماتشات الكبيره بنلعب ماتش، يعني احنا قدام الماتشات الكبيره بتلاقينا بنسد جامد، بنيجي في الماتشات النص من ايه نخيج يعني بجد، وبنخيب خيبه بشعه. 2009 تلعب ماتش عالمي قدام برازيل، تكسب ايطاليا وخلاص بقى امريكا. دي امريكا كده يعني بصبع رجلك الصغير تعملها كده تخسر. فانا عارف مصر فانا امل انه يا رب ماتش نيوزيلندا وماتش ايران يبقوا فعلا ماتشات مضمونه، وفعلا نلعب نفس لعبنا ده عشان نقدر نكسب، عشان نقدر نطلع الاول او نطلع الثاني. اللعيبه لعبت ماتش خوذه عملوا قدام بلجيكا، يا رب يكملوا بنفس الطريقه. اولا لازم اتكلم على هاني انه لعب الماتش ده قدام دوكو، اتمنى انه يلعب بنفس المستوى ده قدام اي حد. قدام اي حد والله العظيم، قدام ان شاء الله مين، نيوزيلندا، ايران، اي حد هيلعب بنفس العظمه اللي هو لعب بيها دي. المنتخب ككل حتى والله العظيم صلاح ما بقاش صلاح بتاع زمان اللي هو هياخد سبرنت ويجري، لا الواد راسي قوي، بيلعب باصات تحته قوي، بيوزع اللعب، بيفتح. فبشكل عام بدون دخول لعيب بس بشكل عام المنتخب شكله حلو قوي، نلعب كوره حلوه قوي، في الروح، في كل حاجه، في كل المقومات اللي تخلينا نعدي من الدور المجموعات ده ونعدي من دور ال 32 وانا 16 من الثمانيه. انا والله العظيم بحلم انه ليه ما نوصلش للسيمي فاينل. انا حلمي وشايف انه حلم والله العظيم نقدر نعمله، فنتمنى بس ان دي تفضل موجوده. انا اتمنى بتاعت حسام حسن دي تفضل موجوده وهنقدر نعدي. طيب نيجي للمنتخب العربي اللي بعديه، منتخب السعودي الاخضر السعودي اللي الامريكا اللاتينيه دي بتنام من المغرب مع السعوديه. مش عايز ارجنتين تعالى، اورجواي تعالى، والله العظيم بينيموا اللاتينيين دول من المغرب. انا بس الحاجه الوحيده اللي مضايقاني فكره ان هم ما زالوا صراحه يعني مع المغرب، لا المغرب بتروح وبتهاجم وبتعمل وبتسوي مش عارف ايه. احنا كنا نستحق نكسب يعني مع مصر كانت تستحق تكسب، بروح كذا فرصه وعملت، فبتهاجم. السعوديه اتعادلت، بس اتعادلت التعادل التقليدي بتاع العرب، لو احنا هنقفل العويس قلب سوبرمان. انا عارف ان الجون ممكن يكون غلطته فسوتين ثلاثه، الواحد ما وقفش مكانه، وده الف ب حراسه صراحه، يعني الف ب حراسه انت واقف كده هيشوط في زاويتك، هو ليه يعمل كده انا ما اعرفش. بس في الاول في الاخر العويس تالق برضه من قفل، يا دوبك روح كورتين، فاهم. انا كشكل مش احسن شيء بصراحه، يعني كشكل مش ده احسن شكل الصراحه للسعوديه. سالم مش فورمه. سالم الدوسري مش فورمه، مش ما جاش. فنتمنى ان شاء الله في الماتشات اللي جايه قدام كاب فيردي واسبانيا، وبالذات بعد عجوبه كاب فيردي قدام اسبانيا والتعادل، فالموضوع سهل. الموضوع دلوقتي اسهل من كان ما هيكون عليه. انت قادر تكسب كاب فيردي صعبه، واسال مجرب والله العظيم كاب فيردي صعبه فعلا، مش سهله، مش بتاع يعني. المنتخب لسه بيقول صباح الخير، ولسه لسه اول مره كاس عالم، ولسه بيحاول يشوف الدنيا فيه اول مره اصلا يعني، ماشي. بس لا والله العظيم منتخب صعب، مش سهل قوي. والسعوديه على الورق عندها ناس تقيله، يعني السعوديه على الورق والله عندها ناس تقيله، فبس التقيل اللي فيهم ابو 10 ده يفوق. التقيل اللي فيهم ابو 10 ده يفوق خلاص. بس هذا كان المنتخب السعودي. يجي الماتش اللي بعديه العراق ونرويج، انا صراحه ما اتفرجتش عليه عشان اكون صريح، بس في اول في اخر 4-1 نتيجه مش ظريفه خالص. تاني احنا لسه في اول جوله، لسه في امل، لسه الواحد ممكن يكسب، واحد ممكن يتعادل، ممكن يطلع احسن توالد، فلسه في امل. من اللي انا شفته معاهم صراحه مع العراق عندهم دي، وهعيدها 400 مره، اللي عنده دي ما يخافش. طيب نيجي لعم ليو ميسي والجزائر. عليو يا باشا، ايه والله العظيم ايه 3. يا ابني انت عندك كام سنه يا ابني؟ امال ايه الجسد الله يرحم اللي بقالك 10 سنين بتقولها دي؟ ستوب يا والله العظيم، ستوب يا ابني، 3 يا ابني. بصوا انا فاهم تاني برضو، انا مش عارف صراحه على اخواننا الجزائريين، هو ايه لوكا زيدان ده؟ ايه ده؟ ده والله العظيم يعمل حاجات المهدي سليمان يستحي يعملها. ايه اللي هو بيعمله ده؟ ايه ده؟
فانا ما اعرفش ازاي ده حارس، لانه انا اوعى اللي انا وعيت عليه كان راسم بورحي. انا وعيت على راسم بورحي قدام المانيا. لا راسم يعني لا راسم بورحي ده يا جماعه كان بيطير، كان تنين مجنح بيطير، فده اللي انا وعيت عليه. فان انا اشوف لوكا زيدان ايه ده، ايه المنظر، ايه القرف ده، ما اعرفش. بس برضه ارجع تاني واقول تاني ايه ليو ميسي ده برضه ايه ليو ميسي ده يا ابني، منتج جزات لا يحكم والله العظيم بجد، الثلاثه ارحم. ومعلش برضه يا جماعه خلينا بس متفقين في حاجه، كون ان ليو ميسي المعزه بذات نفسها تعيط، ده مايل لك قد ايه الضغوطات اللي عليه. الواد ده كسب كاس عالم وخرج بره كوبا، يعني الواد ده اتحط عليه ضغط ابن لذينه وما كانش بيعيط قوي كده. المره الوحيده اللي شفت ميسي بيعيط فيها لما خرج من كوبا امريكا وقال انا اعتزلت ورجع كسب كاس عالم فما بالك لما هيعيط دلوقتي هيعمل ايه؟ ماشي، فربنا يستر يعني على ليه ميسي. بس تاني الجزائر يا جماعه، الجزائر انتوا عندكم محرز ماذا يعني، عندكم لعيبه فعلا والله بس اتمنى ان احنا نشوف شكل الجزائر مختلف لان عندهم الامكانيات. طيب نيجي للنشامه، واول ماتش ليهم بصوا خسروا 3-1 قدام النمسا. مش اقوى فريق، بس انا بس بقول لكم ايه لعبوا. انا بالنسبه لي دي تاني يعني، احنا زي ما كنا بنتكلم ان السعوديه قفلت ولعبت بالايه، كسبت النقطه بالمنتخب العربي الطبيعي التقليدي، هنقفل وهنهاجم جملتين ونكسب. النشامه ما عملتش كده، المنتخب النشامي ولاد الرجاله ما عملوش كده والله العظيم. وانا متعاطف جدا مع الورد عشان بس نبقى متفقين. انا اعشق النشامه، سواء موسى التعماري ويزن النعمان، انا بعشق الناس دي الصراحه. فبالنسبه لي اللي هم عملوه ده، اولا اول جون ليهم في كاس العالم دي برده تاني ده انجاز يعني. بس دايما بنحط اللقطه دي انه دي اول مشاركه ليهم في كاس العالم، ان هم يجيبوا جون في اول مشاركه، ده انجاز في حد ذاته. والطريقه اللي لعبوا بيها مش خايفين. استقبلت 3 اهداف وخسرت وكل حاجه، بس لا في لعب يا جماعه، في يعني على الاقل بيعملوا اللي عليهم فعلا. فانا انبسطت جدا من ده، ومش هستبعد لو كانوا حصان الاسود وتاهلوا لل 32. يعني انا بالنسبه لي لو اتاهلوا لل 32 اوف بس صعبه، بس فلا يعني ربنا معاكم يا النشام والله. فنامل نامل ان شاء الله ان شاء يا عم كل المنتخبات العربيه تطلع الاول، اتمنى هذا. قطر للاسف بعد السته خلاص، بس يعني بنامل انه بقيه المنتخبات تقدر تتطرق الموقف. اللي خسر 5 يقدر يقوم، اللي خسر 3 من ليو يقدر لا لسه فيها يعوض، اللي تعادل مع بلجيكا ربنا يستر ما يقولش ان ماتش نيوزيلندا وماتش ايران مضمون. اتمنى يا حبيبتي يا مصر. فالمهم يعني اتمنى كل الخير والتوفيق لمنتخباتنا العربيه باذن الله. بس وكده كانت حلقه النهارده ان شاء الله. اشوفكم حاجه جايه، تعملوا لايك سبسكرايب شير وجوز دوت عشان ننزل حلقه جديده. سلام بقى كده، سلام. سارعي استنى عشان الله لما كانوا بيردوا والله استرجعت شويه ذكريات يعني. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الاخضر يحمل